بعيدا عن صخب المدينة، يقدم شاطئ تلا يوسف بالحسيمة بموقعه المتميز وجودة مياهه وهدوء أجوائه فرصة ذهبية للاصطياف والاستجمام، مع توفير مسابح وإقامات فندقية لإيواء الزوار. مقومات سياحية عينها عن قرب ممثل 20 وكالة للأسفار السياحية في أفق تسويقها للزبناء. وجينا باش نشوفوا هذه المنطقه اشنو فيها وشنو زعما المعطيات ديالها السياحيه، والحمد لله كنشوفوا بان حبها الله بواحد الطبيعه خلابه، يعني تجي فيها سياحه يعني توريزم بالنيير، وفيها سياحه جبليه، وزعما فيها بزاف ديال الحاجات اللي يمكن الانسانيه بالنسبه للسياحه الداخليه ولا حتى بالنسبه للسياحه الخارجيه، يعني فيها بزاف ما يتشاف. شاطئ كالايريس بمختلف تجليات جماله الطبيعي نموذج آخر من نماذج المنتوج السياحي الشاطئي الذي يمكن أن يعزز وجهة الحسيمة، وجهة يسعى وكلاء الأسفار بتعاون مع المهنيين المحليين إلى تطويرها عبر تقديم عروض سياحية بأسعار مناسبة قادرة على جذب السياح المغاربة لاختيار هذه المنطقة الجميلة. ندرسوا باش نعطيو واحد اليد، يعني باش نكونوا نتعاونوا بعضياتنا، يعني الناظور والوجده وبركان ودار بيضاء كاع المملكه المغربيه اون جينيرال بصفه عامه، باش نعطيو واحد النهضه للاخر، نعطيو واحد اليد ان شاء الله نكونوا يد واحده. يعني حتى وكاله الاسفار اللي هي حاليا متواجده بانجاز واحد المنتوج السياحي مهم جدا، وكذلك بمعرفة أكثر فأكثر هذا المنتوج لدى الوكالات المغربية أو الأجنبية، وهذه الزيارة كذلك تندرج في إطار معرفة أكثر وأكثر وإشهار هذه المنطقة اللي هي جد مهمة. زيارة وكلاء الأسفار إلى الحسيمة التي امتدت على مدى يومين جاءت بمبادرة من المكتب الوطني المغربي للسياحة، مبادرة تروم عبر إرساء حزمة من الإجراءات وفرت لها وزارة السياحة ميزانية للترويج تقدر ب 27 مليون درهم تسويق وجهة الحسيمة وضخ حركية أكبر في شرايين القطاع السياحي.